قرية الأكراد قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة إدلب ناحية محنبل في سهل الروج، وهي محاذية تماما لقرية كنيسة بني عز، بحيث بيوت القريتين متلاصقة. قرية الأكراد من عشيرة شيخان الكردية، عدد سكانها ما بين 700 إلى 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. القرية تعود لآل كدرو، وهم يقرون ومفتخرون بأصلهم الكردي. يعمل الأهالي بزراعة القطن وتربية المواشي. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في قرية الأكراد لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله كبقية اللغات، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية الأكراد.